دايما كنت بتريق على الفنانين لما بيفضلوا يقولوا للجمهور انتوا وحشتوني مع ان هم ما يعرفوناش. بس بما ان انا ان شاء الله هبقى مشهورة وكده، فوحشتوني من اول امبارح. خلوني برضو اوضح ان شاء الله مواعيد نزول الحلقات هتبقى يوم السبت ويوم التلات، عشان عشان انا ليا اسبابي. موضوع النهارده موضوع جميل جدا، كل اهالينا بيتكلموا عنه، ويمكن احنا كمان بقينا بنحس بيه جدا مؤخرا. وجه مسلسل زي عمر افندي خلانا ناخد بالنا منه اكتر. فهنتكلم النهارده عن رتم حياتنا السريع. هو احنا بنجري ليه يا جماعه؟ اكيد العالم من حوالينا ضغط على كل واحد فينا انه لازم يعمل الشيء الفلاني في وقت معين، ومثلا ما ينفعش يكون واصل لسن كذا وهو مش محقق واحد واتنين وتلاتة. طب مين اللي حط المقاييس دي وليه؟ يعني انا مقدرة ان معظم الوقت بيبقى عندنا التزامات ومسؤوليات ولازم نخضع ليها بمزاجنا او غصب عننا. بس اللي بقيت الاحظه ان حتى الغرب بيعانوا من نفس المشكلة، ده لو كان في اعتقاد حد يعني ان هم السبب، بعيدا عن ان هم السبب. بس طالما العالم كله بيشتكي من نفس المشكلة وكلنا عندنا حنين للماضي، الماضي اللي اصلا 3/4 ما كناش مولودين لما هو كان موجود، امال زماننا دلوقتي مميز بايه؟ فاصل سريع للتوضيح، لو كنت مستغرب السين بتاعتي انا عندي لدغة في السين، ستي بسبست لي بسبوسة بالسمنة والسكر والعسل. نرجع لموضوعنا. يعني لو كلنا مستبيعين التكنولوجيا والتطور وعايزين حاجة فيها راحة بال وزمن رايق، ما هم كمان كانوا عندهم مسؤوليات وبرضو كانوا زينا، اللي جاي على قد اللي رايح، والأسعار غالية بالنسبة للدخل، والشكاوي هي. فاحنا بنجري على الزمن ده ليه؟ يعني ليه بنقول عليه الزمن الجميل وبنتمنى نرجع له وكل يوم بنستخبى من زماننا ونروح نتفرج على روتانا كلاسيك؟ إيه اللي بيخلينا دايما مرتبطين بأي زمن غير زمننا؟ ده كده سؤال بطرحه على نفسي، وفي سؤال تاني أحب أطرحه على نفسي وأحب أطرحه على المستمع، آه، أخويا وصاحبي. طب احنا في سباق مع مين؟ ولو احنا في سباق اصلا احنا بنتسابق ليه وعلى ايه؟ يعني فلنعتبر مثلا، هدي مثال، متوسط اي شاب او شابة دلوقتي بمجرد دخولهم سن ال20، ده انا كده كرماهم، يعني ممكن يكونوا بدأوا من قبل كده، المفروض ان هم يبدأوا شغل. طب ليه؟ عشان الخبرة، عشان اقل مكان بيقبل فريش جرادز دلوقتي بيبقى حاطط شرط خبرة 3 سنين مينيمم. طب اشتغلنا وتخرجنا، اتجوز بقى، اتجوز. طب انا مش عايزه اتجوز، لا، حوش عشان لما تتجوز. يعني لما تعوز تتجوز انت هتحوش بقى من دلوقتي، وانتي كمان ده هتجهزك. طب مثلا انا بفكر اسافر، جهازك. طب هجيب عربيه، هنجيب لك شقه. طب يعني احوش جزء واعمل اللي انا عايزه اجيبه، وبعدين الحاجه بتغلى، هنجيب دلوقتي عشان الحاجه بتغلى. طب ايه؟ هات تراب وادفني، يلا حط صبارة كده وخلصني. في احصائيات بتقول ان جنريشن زد 42% منهم عندهم اكتئاب، و15% منهم عندهم اكتئاب بسبب الشغل، وتقريبا بيخسروا شغل جديد كل اسبوع. يا بختهم بيلاقوا شغل جديد كل اسبوع. لو نركز مع بعض، فجنريشن زي تقريبا اخر جيل عرف بعض العادات والتقاليد العادية، يعني شافوا تطور التكنولوجيا، ما اتولدوش وهي موجودة زي جنريشن ألفا. بس يعني شوية حضروا تجمع العائلات، الخروجة بتاعت النادي، لمة رمضان اللي بجد، والناس اللي كان لسه عندها شوية ذوق واحترام يعني. وفجأة صحيوا من النوم لقوا الناس مدياهم كوم assignments وبتقول لهم يلا، ده دوركم والعالم بيعتمد عليكم دلوقتي. ولا هم قادرين يتحملوا عبء المسؤولية دي لوحدهم، ولا الجيل اللي قبلهم فاهم ومدرك هو ازاي فجأة بقى من الفئة بتاعت الآباء والأمهات، ولا الجيل اللي في سن أجدادهم بيقول كلام عاجبهم. طب ايه؟ هات تراب وادفني، يلا حط صبارة كده وخلصني. برضو نقطة تانية لفتت نظري في الموضوع ده، ان حتى علاقات الناس ببعضها، يعني انا هنا بتكلم بقى في العموم مش في جنريشن زي لوحدها،
عائلاتنا مش زي عائلات زمان. قليل قوي انك تلاقي عيلة طويلة عريضة لها كبير حكيم بيبدي رأيه وبيحكم بالعدل إذا حصل مشكلة. قليل قوي انك تلاقي حد حكيم اصلا دلوقتي. علاقات العائلات ببعضها والزيارات والمراسم الأسرية تقريبا بقت نادرة، ولو حصلت كل واحد هيقعد يشكي ويذكر عيوب وقتنا الحالي. في اللي متضايق منها بالفعل، وفي اللي مجرد بيقول كده عشان الحسد وبيغزي العين عن نفسه وخلاص. ما بقاش في حد قادر يتناقش او يسمع لحد، ما فيش لا وقت ولا مجهود، يعني بقينا دايما عايزين نلغي الجدال وخلاص. شكرا لصاحبي واخويا المستمع انه مديني من وقته ومجهوده وبيسمعني. تقريبا مصطلح صديق العيلة ده اتمحى من الوجود خلاص، مفيش صديق عيلة. كل فرد من افراد العيلة بيغير صديق كل اول شهر مع القبض يعني. مكسوف ادخل على الفن. ندخل على الفن. عندنا ناس تحفة انا عارفة، بس قارن الناس دي بعبد الحليم وشادية وفيروز وام كلثوم، ما تقارنش، كل دول مختلفين. اللون اللي عندنا دلوقتي غير لونهم تماما. الفن الرايق انتهى ليه؟ يعني ليه ما بقاش فيه الاتنين زي ما احنا لغاية دلوقتي لسه بنسمع الاتنين؟ ليه ما يبقاش فيه ده وده؟ زماننا مش بشع، في بعض العيوب. لا بعض ايه، في عيوب كتيرة جدا، بس في حاجات حلوة. بس الزمن الرايق اللي احنا كنا عايزين نرجع له ده اكيد ما انتهاش من يوم وليلة. ومش من يوم وليلة الشوارع اتغيرت والالوان كلها بقت كئيبة. مش من يوم وليلة بقينا بنتخانق على مين ملزم بايه، بعد ما كنا كلنا ladies and gentlemen بنروح حفلات الست وناس راقية ورائدين في كل حاجة، علم ودين وفن. مش من يوم وليلة الذوق العام انحدر، ولا من يوم وليلة اتغيرنا في حياتنا المهنية من ساعات عمل بتبدأ في الصباح الباكر وبتنتهي الساعة 2 أو 4 بالكتير، إلى إن أقل واحد سنا دلوقتي بقى بيشتغل 10 ساعات بمرتب 1200 جنيه، وكل ده ولسه ما خدش لقب عبد. ماذا تريد أيها العبد؟ طريقة الكلام محتاجين نبقى أهدى من كده شوية. ليه متسربعين؟ ليه بنتكلم بجسمنا كله؟ يعني ساعات بتفرج على لقاءات قديمة وبقول طب هم فعلا زمان كانوا كلهم كده، ولا ده لزوم التصوير والجودة؟ أصل ازاي اللي بيتكلم بالطريقة الهادية الرزينة دي ابنه بيعمل راب وهو بيتكلم كده؟ وامتى ألفاظنا اتغيرت كده؟ أنا عمالة بسأل امتى وليه وازاي، حاسة انها بضغطك. اوعى اكون فاكر انها بضغطك، انا بفكر معاك بصوت عالي بس مش اكتر. طب الحتة بتاعت السفر مثلا، زمان كان بيبقى رب الأسرة اللي يقبضوا 5 جنيه في العمر بيطلع العيلة كلها اسكندرية، يقعدوا هناك من شهر أغسطس لشهر إبريل عادي. دلوقتي انت بتشتغل وتقبض مثلا متوسط 8000 جنيه، منهم 10,000 جنيه ديون، ومش عارف تروح حتى نجع حمادي. يعني تفتح البلاتفورمز بقى تلاقي واحد AI عايش عمره كله في الجونة بيقولك سافر، انت مش شجرة. فعلا انا مش شجرة، انا اسوأ من كده بكتير. على الاقل الشجرة مش حاسة اللي انا بحسه. هات تراب وادفني يلا، حط صبارة كده وخلصت. جزء كبير برضو من معاناتنا مع زماننا دلوقتي ومع حياتنا والريتم اللي احنا ماشيينه هو الناس دي. يعني انت وصلت الموبايل ازاي، وبتديني نصايح ليه وليه شكلك عامل كده وبتتكلم معايا كده ليه، وليه بتزعقلي؟ انت بتزعقلي ليه؟ انت مين؟ انا معرفكش. او فيديوهات العيال اللي هم التينيجرز اللي بيصرفوا 5K و 7K طب ولقوا بالدولار، يعني ياريته مصري مثلا 7K، وبرضه مش ياريته، هو الاتنين غلط. بس انتوا مين؟ اللي مخلي رتم حياتنا دلوقتي سريع اننا شايفين الناس دي، النماذج دي في حياتنا. طب احنا ليه مش زيهم؟ طب احنا نعمل ايه عشان نبقى زيهم؟ في رحلة كفاحنا عشان نبقى زي الناس دي، او يوما ما نبقى زي ابهات الناس دي ويبقوا عيالنا بيصرفوا 7K و 5K، بننسى ان احنا بنخسر جزء من حياتنا كمجهود وكطاقة وكوقت
وكقدرة اصلا على ان انا اسمع حد. يعني في الفترة مثلا اللي انا كنت بشتغل فيها كنت ببقى مروحة مش قادرة اسمع حد. يعني حد بيقول لي ازيك، الحمد لله، خلاص شاور لي، مش لازم تسلم عليا يعني. فربنا يكون في عون اي حد تاني يعني. فاكيد الموضوع ده عامل بريشر على كل اللي زيي، او بريشر بقى على الناس اللي هي عندها كوميتمنت اعلى. خلينا نكون واضحين برضو ان الزمن ده اللي هو الزمن بتاعنا والزمن القديم الاتنين مش مثاليين. يعني انت هنا في حاجات هتبقى محتاجها، وهنا حاجات انت بتشتاق لها. فلو مثلا عملنا دلوقتي زي تجربة كده تطبيقية، او مش عارفة اسمها تجربة حياتية، ما علينا. التجربة دي انه مثلا انا عايزاك تقفل البودكاست، تعمل بوز. يعني ما تقفلوش، اوعى تقفله، لازم تكمل الاخر عشان الفيو يتحسب، اوعى. عايزاك توقف البودكاست دقيقة، وتخيل مع نفسك انت العالم المثالي بتاعك من عالمنا ومن العالم القديم. يعني تاخد حاجة من هنا وتاخد حاجة من هنا، بالنسبة لي هتبقى حاجة رائعة يعني. انا في وجهة نظري لو خدنا مثلا اغاني زمان بألحان دلوقتي، مش معنى ان احنا ناخد الاغاني ذات نفسها، بس لو استعنا باصوات وكلمات زمان على لحن من الالحان اللي موجوده دلوقتي. يعني الحاننا دلوقتي شايفه ان هي فيها بعض من الفرحه. انا اكيد ما فيش حد كان بيشغل في فرحه عبد الحليم، يعني خلينا نبقى واضحين، عبد الحليم ما بيرقصش. ممثلين دلوقتي برضو، لان انا بشوف الصراحه ان الممثلين بتوع زمان ما بيعرفوش يمثلوا. يعني في بعض الافلام اقول ايوه هنا التمثيل رائع، بس لا، مش كلهم بيعرفوا يمثلوا. هم كلهم كانوا حلوين جدا ما شاء الله يعني، بس لا، الممثلين بتوع دلوقتي اقوى. والقصص بتاعت زمان بقى، يعني القصص عندنا دلوقتي كلها اغلبها ضعيفة قوي، ما عدا الكوميديا. يعني في لاين كوميديا عندنا كويس. ممكن برضو اختار ان احنا يبقى عندنا العلم بتاع زمان بامكانيات دلوقتي، دي هتساعدنا، لان احنا دلوقتي جهلة اكتر. شوارع وجو ولبس وعدد سكان مصر زمان، والنت ده هيبقى حاجة حلوة برضو. النت برضو من الحاجات اللي هي اول مرة يعني ادرك ان هي فعلا سلاح ذو حدين. انا يمكن اكبر مشاكلي مع وقتنا دلوقتي النت، هو اللي مخلينا متسربعين ومش عارفين المفروض نروح فين ولا نيجي منين، ومش عارفة يعني. بس يعني يمكن الميزة الوحيدة اللي هستفيد بيها مثلا بالنت في الزمن القديم، ان لو مثلا حد في الغربة نتكلم معاه كده، يعني يبقى في مثلا امكانية في النت ان احنا نكلم الناس اللي هم بره، بس ما نستعملوش بقى في اي حاجة تانية، يفضل برضو بنفس الموبايل. موبايل ايه؟ لا، التليفون ابو قرص ده، وكده خلاص جبرت اتعشت على كده. لحد هنا والسكريبت بتاعي خلص، هبدأ ارتجل بقى، ربنا يستر. من وجهة نظري المتواضعة، بعيدا عن المقارنة ما بين الزمن الجميل وبين الزمن بتاعنا، انه احنا في دلوقتي هنعمل ايه دلوقتي. برضو خلينا متفقين ان الحلقة بتاعت النهاردة موجهة اكتر للناس اللي في سني، او الناس اللي هي جنريشن زي. يعني انا اتكلمت عنهم، هم جنريشن زي. دلوقتي احنا فجأة صحينا من النوم، لقينا نفسنا كبرنا، لقينا في جزء من المسؤولية بقى على عاتقنا. طب هنعمل ايه؟ طيب احنا فعلا ليه متسربعين؟ وليه العالم مستعجلنا؟ وليه انا حاسس بضغط من جميع النواحي؟ ممكن احنا نفصل نفسنا عن ده شوية. يعني انا لما بعوز ان انا، لا، انا مش عايزة اتفرج على حاجة تضغطني، او عايزة مثلا اخد نفسي واقفل موبايلي واتفرج على حاجة هادية واعمل لي حاجة كلها وخلاص، انا كده تمام قوي. بس انا بقيت مؤخرا في مثلا نوع من انواع المحتوى بيطلع لي، لا، انت مجرد ما انت بتتفرج على حد عمال يقولك انت لازم تعمل كذا، وازاي يكون عندك سن مثلا 21 سنة ولسه ما عملتش
بيت في بيفرلي هيلز، ما يعني اعملها ازاي؟ حضرتك لو عندك الطريقة يعني انزل لي بالتوتوريال بعد اذنك. فانت ممكن تفصل نفسك عن ده بنفسك، بطل شوية تتفرج على المحتوى اللي بيضغطك. برضو انا عارفة ان هو مش سهل ان انا اتكلم مع حد وهو في مشكلة وانا برا المشكلة، لان هو هيبقى دايما شايف ان انا بتكلم بشكل سطحي. بس لان انا في يوم من الايام، او مش يوم من الايام يعني من اول الشهر كنت مكانك، وحسيت انه ايه ده انا كنت حاسه ان انا هكمل واعمل حاجه. انا سبت شغلي اول الشهر، ما علينا يعني. احب اوضح لك ان انا كنت في نظر نفسي حد فاشل، وانه ليه ما كملناش في الموضوع اللي احنا كنا بنحاول نكافح عشان خاطره ده. وهل انا كده عيله؟ لان انا ما قدرتش استحمل، وكان ممكن ادي لنفسي فرصه اكتر من كده، بس حسيت انه لا، في ضغط زياده عليا وانا مش قادره اعمل ده. يمكن قعدت اسبوع بعدها ساكته، او ما بتكلمش، يعني مش عايزه اتكلم في الموضوع نهائي. وبعد كده بدات اشوف بقى الكلام على ايه. لما بدات اشوف الكلام على ايه، عملت لحضرتك دلوقتي البودكاست اللي انا بتكلم معاك فيه ده، عشان احكي لك مشاكلي. لا بهزر. عشان انا نفسي اخد الخطوه دي بقالي مثلا 4 سنين، وكل شويه اقول طب ما يمكن حد يحس ان صوتي فيه بحة فيقول لي تعالي الاذاعه والتلفزيون معانا. اقول مثلا يمكن المكان الفلاني يحس انه يا ده انا ممكن يجي مني. بعد كده قلت طب ما انا ليه مستنيه حد؟ ما ممكن انا اعتمد على نفسي. بعيدا عن ان انا شخصنت الحلقه شويه وبدات احكي لكم مواضيع حياتي، ضمير مستتر. المهم ان احنا مستعجلين او بنجري، لان العالم مستعجلنا. والعالم مستعجلنا لان احنا شايفين ده. احنا شايفين حوالينا مثلا ممكن ناس يبقوا اكبر مننا بحوالي 10 سنين، يعني فرق جيل كامل، وعندهم 1 و2 و3. احنا عقلنا مش عارف يترجم انه الناس دي برضو بتتعب، والناس دي خدت جاب ما بينهم وما بيننا. انه برضو الزمن، خلي بالك ان برضو ايه، فرق سنة ممكن يريح. يعني مثلا ما تكلمنيش ان فرص العمل دلوقتي زي فرص العمل من سنة، او ان مثلا التعليم دلوقتي زي التعليم من سنة، المجاميع دلوقتي زي المجاميع من سنة. لا، كان في حاجات اسهل. السنين كل ما بتعدي كل ما الموضوع بيبقى اصعب. فاحنا بالتالي بقينا بنجري عشان خاطر كده. بقينا مثلا ممكن زي ما قلت في اول حلقة ان الغرب سبب من الاسباب دي، ان احنا بنشوف مثلا مسلسل بيحكي عن تينيجرز، وانا مثلا كنت وقتها برضو تينيجر زيهم. هم في اعدادي وانا في اعدادي. انا شايفة ان هم في اعدادي بسم الله ما شاء الله، يعني خلاص بدأوا بقى يعني يجيبوا بقى حاجات غريبة كده، واللي بتشتغل مش عارف ايه، واللي في الصيف نازلة في السوبر ماركو بتساعد خالتها، واللي بدأت جايبة لنفسها سكوتر مع نفسها. فكل ده بالنسبة لي طب ايه ده، ما شاء الله الناس دي فرق عننا في ايه؟ يعني اشمعنى احنا؟ فنبدأ بقى ايه، نحط البريشر من اول دلوقتي واحنا طالعين بقى، لان اذا كانوا هما في اعدادي ووجه المقارنة ما بيننا وما بينهم كده، امال لما نوصل بقى حاجة بقى كبيرة مثلا جامعة ولا حاجة، يعني اعوذ بالله. ف من وجهة نظري برضو المتواضع، انا قلت من وجهة نظري كتير قوي، ما علينا. من وجهة نظري انه ما ينفعش اسمع على اي حد. مش اي حد هقعد اسمع له. انا ما بقتنعش بكلام اي حد الصراحة، ومش عايزة اكون بذكر اسم حد معين، بس في كونتنت كريتور معين يعني كل الكونتنت بتاعه ان هو طالع بيدي نصايح تعمل ايه في سن كذا، تخلص ايه في سن كذا، المفروض انت دلوقتي عندك عمر مش عارف ايه، تكون محقق 1 و2 و3، ولو ما حققتوش يبقى انت كده خلاص، يعني يعني خلاص بقى روح روح ادفن نفسك. فلا، انا رأيي انه لا، مش المفروض ان انا مثلا اللي جنبي طريقة حياته عايشها بالطريقة الفلانية، ليه انا كمان لازم اعيش زيه؟
ولو الطبيعي ان كلنا نبقى نفس النسخة، كان ربنا خلقنا بنفس النسخة، كان خلقنا كلنا شبه بعض وبنتعرض لنفس الظرف بنفس الشيء بنفس الحبكة الدرامية بتاعت حياتنا. فلا، ده مش طبيعي. الطبيعي انه في واحد بينجح من اول مرة، في واحد ربنا بيشاء ان هو يتعثر مرة واتنين وتلاتة عشان يتعلم، ويمكن في الاخر ده بينجح وبيبقى في نجاح ألمع من التاني اللي نجح من اول مرة. وده لا يقلل من التاني ولا يفخم من الاولاني. احب اوصل لنقطة في الاخر انه يمكن سبب شعورنا ان احنا مستعجلين او ان احنا بنجري، ان احنا دايما بنقارن او بنتقارن، سواء بحد نعرفه او ناس بنشوفها. يمكن حتى عقلنا الباطن بدأ يقارن ما بيننا وما بينهم من غير ما نحس احنا شايفين انه مثلا على اي بلاتفورم بقى، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، الناس دي مثلا ممكن يبقوا شبهنا شوية، الناس دول في سننا وعملوا كذا وعملوا كذا، ليه انا ما عملتش زيهم؟ ليه انا ما حققتش حاجة في اي مجال تاني عموما؟ فلا، انت بتاخد وقتك وبتعرف طريقك. انت لسه كل ده في مرحلة انت مش عارف طريقك لسه. يعني احنا في بوست كده بتنزل ليها هزار، انا لغاية دلوقتي مش عارف انا هبقى ايه لما اكبر. هو kind of صح، انه لما تكبر، او مش لما تكبر قوي، يعني انت المفروض لسه مش عارف انت هتبقى ايه، انت مش عارف تبقى عايز ايه. وده ما بيحددهوش كلية او يحدده مثلا شغل، لا، انت عايز تبقى حاجة. قرر مع نفسك في يوم من الايام ان انت هتصحى من النوم الصبح، لا انا هعمل اللي انا عايزه ده، وان شاء الله ربنا يوفقني. يعني في الاخر نصيحتي ليك وليكي انه حاولوا ما تبقوش انتوا العالم على نفسكم. يعني كفاية العالم بيستعجلكوا، لما العالم يستعجلكوا اعملوا الحركة اللي هي بتاعت اهدى شوية دي، واللي هي الايطالي دي. لما الايطاليين بياكلوا اكلة حلوة بيعملوا حركة بايديهم كده، احنا بنعملها اللي هو استبر شوية. اعملوا الحركة دي للعالم وقولوا لهم لا، يعني مش وقته خالص، يعني ان شاء الله بعدين ربنا يسهل. ما تبقوش ضغطين على نفسكوا فوق الضغط اللي العالم بيحطوا عليكوا، وخدوا الامور بسلاسة اكتر من كده. انتوا كل حاجة بتعملوها ليها حسابها. يعني يمكن احنا بنتعب في مذاكرة، وبنتعب في تمرين، وبنتعب في شغل، بنتعب في حاجات كتيرة قوي، بس ما تخليش لحظة زعل او لحظة تعب او ان انت خلاص فقدت الشغف تخليك تنسى ان الحاجات دي في الاول وفي الاخر نعمة. غيري في الوقت اللي انا فيه، في السن اللي انا فيه، مش عارف ياخد الخطوة ان هو ينزل يضيع وقته في حاجة مفيدة. غيري مش لاقي شغل، غيري مش عارف لسه يظبط دماغه ازاي. في حاجات كتير احنا بنكتسبها مع الوقت. بس كده، يا رب تكون حلقة النهاردة خفيفة ولذيذة عليكم، وتكونوا استفدتوا منها بأي شكل من الأشكال. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وتكونوا عاملين فولو للبيج بتاعة الانستجرام وتيك توك. وهستناكم برضو تقولولي في الكومنتس ايه هي الاليمنتس بتاعة الزمن المثالي بالنسبة لكم. ممكن برضو تبقوا تباركولي على المايك الجديد في الكومنتات. سلام.